السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الأخ الشاعر المستضيفين في ديوان نيويورك الأخ محمد عايش التام، الشاعر الكبير محمد عايش التام. بايدي لنا الآن قصيدة، ما احناش دارين بعنوان ايش، ممكن يعني تفصح عن القصيدة؟ لقاء بعد الفراق. إذا نستمع للأخ محمد عايش التام في قصيدة لقاء بعد الفراق. بسم الله الرحمن الرحيم. لنا فيها قال الفتى التام نور القلب عاده شع من بعد الأجراح متمتع في راحة، ما اليوم ما عاد بتدلل ولا بخضع، خلاص بنساسين الصبر وجراحة. لا حد يلومني أنا بحكي لكم واسجع، مثل العصافير ذي في الجو سباحة. يوم الخميس مدري الساعة 3-4 لقيت من دم قلبي مر بالساحة. لحقت بعده وكان القلب يتقطع وجسمي يزرب وكبدي كأنها فاحة. ناديت يا طرف عين التام لا تطلع، لحظة أبى أشرح ظروف القلب واطمعها. معه جوب وقال لي بعيد ابعد ولا ترجع، النار حولك وناري يشوف ذباحة. فقلت نارك بصدري والحشا تولع، من عام 2000 لا ذا الحين فواحة. مهما تولع في نارك شوف ما تلسع، إنسان حبك نورك صار مصباحة. فقال يا تام عن الإخوان باتقلع، من اعترضني وما يكفوا بشراحة. فقلت له لو يبون الحرب ما برجع، بحارب القوم كله واخذ رماحة. جوب وقال لي غرورك زاد به منبع، خلاك عنت تهد الحيد وضاحة. فقلت يا زين عمر القلب متزعزع، لو تحضر الناس ود الجن واشباحه. التام معروف عمر التام متسرع، على له الشريعة شوف مسراحة. شفته تبسم وقال لي يا غريب اسمع، ما باك تهوي بنفسك حب سفاحة. فقلت له شوف معاك الحرب ما برفع، والقلب بيدك أسيرك باسط جناحه. قال لي خلاص بعد هذا الشرح ما بدفع، وأنا ببستان حوله نار شراحة. فقلت له ما أتت بستانكم بطمع، ما غيلي فيه بين التمر تفاحة. قال لي حلالك وكثر الهرج ما ينفع، خذ ما تريده وخلي النفس مرتاحة. والخدم خدت القمر بالضوء ذي يسطع، واصبح بيدي وبتمتع بمساحة. الله لسانك.